وهبه هي اللي خدت حمدي من ايدي وقالت لي روحي انت نفضي اوضه الصالون. انا قلت لك 100 مره انت هنا عشان تشيلي حمدي وبس. سيبي اللي في ايدك ده ويلا روحي هاتيه بلا وهيبه بلا بتاع. وهي كمان وهيبه هتعمل رئيسه عليكي ولا ايه؟ انا عارفه يا ستي، اهو كل كلمه تقول لي الست الكبيره الست الكبيره. طيب يلا روحي اعملي اللي قلت لك عليه وبلاش غلبه. حاضر. يعني شايفه يا ستي الوليه بهانه دي مش ناويه تجيبها البر. ايه بس اللي حصل يا وهيبه؟ او لا ما تولعش وبور الجاز اللي بالسبرتو لحسن الجاز يعمل دخنه في المطبخ، وبرضه مش عاوزه تسمع الكلام او تقاوح. بالراحه معاها بس مش عاوزين خناق. وهو انا بتخانق يا ستي؟ لا بتزعق لها شويه، وسعاد بتزعل لما حد يزعق لخدمتها. وبعدين معاك يا وهيبه، انا اللي قايله البهانه تولع على الراديو، تخانقيها ليه؟ انا خنقتها يا ستي؟ هي الوليه دي مش هتبطل تتبلى عليا ولا ايه؟ ده انا بقول لها مفتاح الراديو ده مش ده. قامت قالت لي ما انا عارفه انت هتعلميني. لا يا وهيبه انا ملاحظه انك متقصده بهانه، وبهانه دي خدمتي، يعني اللي يتعدى عليها يبقى بيتعدى عليا انا. لا 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 يا بنتي، ما عندناش حد يتعدى على حد. احنا هنا كلنا زي بعض وكل واحد محترم روحه وعارف حدوده ايه. يلا يا وهيبة جهلي شوية، الساعة بقت 10 وزيادة والشقة لسه ما اتكنستش. خلاص يا ست انا نفضت اوضه الصالون ومسحت المطبخ واديني قربت اخلص الصاله ودلوقتي اخش على اوضتي. لا بس خلصي انت الصالة الاول ولمعي البوفيه وبيعملي لنا فنجان قهوة وانا اللي هكنس اوضتي. وليه يعني؟ والنبي ما حد كنسها الا انا. ليه؟ هي مش اوضتي ولا يعني دي اول مرة بكنسها؟ معلش انا كنسها ولا تكنسها بهانه؟ بنتي يا بهانه. نعم يا خالة وهيبه. ما تيجي يا بنتي تكنسي اوضه ستك الكبيره. حاضر.